هشام مباركي، مرشح على دائرة حي المطار. أنا نخدم موظف في مندوبية الشباب والرياضة. قطاعي الأول هو الشباب والرياضة، وهوايتي هي الرياضة. وكمرشح أول شيء نعتني به بصراحة الرياضة والشباب. أنا دوماني في الشباب، نحاولوا كيفاش نوفروا لهم مناطق، سواء دور شباب ولا أي حاجات اللي تمشي مع تو مؤهلات الشباب جديدة، خاصة الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية هذه اللي رايجة تو في العالم الكل. ونجروا باش يكمل هذاك متنفس للشباب في الجهة، متنفس كبير، ويخرج لنا رياضيين في مجال السباحة. عندنا شوية الصحة، لمحل عندنا زوز مستوصفات، احنا الوسيط ومستوصف حي المطار، ولكن نطمحوا للمستوصف جديد يكون بحكم العدد السكاني الكبير اللي في حي المطار، يلزم بصراحة مستوصف كبير. بقينا زاد ثم حاجة أخرى بيئيا، نحن عندنا شوي نقائص في البيئة في حي المطار. من ناحية النظافة عندنا نقص كبير في النظافة، وعندنا أحياء جديدة في حي المطار بصراحة 10 أو 20 يوم باش توصلها كماين البلدية شوي. وعندنا التعبيد زاد، التعبيد تقريبا 3/4 حي المطار شوارعها مش معبدة. عندنا 3 ولا 4 أحياء ماهمش معبدين. هذه نسعوا باش نحنا على الأقل كل عام هنا شوي يعبدونا حي من الأحياء. الشباب عندنا، الشباب احنا عندنا شباب واعد في توزر وعقليته متفتحة جدا. أنا نرى فيه حسب من كونتاكتي في خدمتي ومعناه ونشوف فيهم معناه رياضيا شباب متطور، واحنا لازم نواكبوا التطور هذاك، نوفروا له حاجات متطوره الكترونيا، وثم نفتحوا البوابات جديده ذي، خاصه نتاع الالعاب هذه جديده اللي رايجه في العالم، فيها برشا مكاسب للشباب وفيها برشا تطورات. احنا علاش لا من نشوفوا الشباب اللي عنده مشاريع الكترونيه جديده متطوره ندعموه في الحاجات هذيك. هشام اللي ما يعرفنيش، أنا ما حي المطار، لأحبابي وأصحابي والأولاد والبنات معناها بحول الله إذا كان انتخبتوني راني نكون عند حسن الظن، نعمل مجهودي أنا باش نعاون الماكسيموم في سواء مشاريع سواء أي حاجة معناها. وإن شاء الله عند حسن الظن. الانتخابات الفيصل فيها هو الصندوق، وإن شاء الله حظ موفق للجميع.